طيب احنا شرحنا كده التيبل وشرحنا ازاي بنimport او بنلينك على الاكسل. طيب دلوقتي هنشتغل على الكويري ديزاين، وقلنا 90% من شغلنا هنا. فبفتح هنا الكويري ديزاين وابتدي ان انا اجيب الداتا بتاعتي اللي هو التيبلز او كويري تانية، وابتدي ان انا انزل الفيلدز بتاعتي. وقلنا فيلدز معناها يعني كولمز زي اللي موجوده في الاكسل، والرو اللي موجود في الاكسل اسمه في الاكسس ريكورد. ماشي. اوكي، هنا الفيلدز بيقول لك هو دي اسماء الكولمز اللي عندك او اسماء الفيلدز اللي عندك، ودي الداتا اللي انت جايبها من تيبل معين. وهنا سورتد ولا نوت سورتد، براحتك انت عايز تعملها سورت او لا. طيب الكريتيريا دي الفلتر بتاعك، كانك انت فتحت التيبل هنا في الاكسل، فرضا ان ده اكسل وبتختار مثلا موظف رقم 102، فده الفلتر بتاعك. فانت بالنسبه لك بيبقى عندك كويري، الكويري دي انت بتثبتها. فانا مثلا هختار الموظف رقم 102، فيبقى بالنسبه لي الكويري دي انا هسيبها عندي لما اجي افتح. فاجي اختار الكويري، هتلاقي الكويري دي متسيب عندك، فانا بلاقي الموظف رقم 102 بدل ما انا اخش واعمل عليه فلتر تاني. فبيبقى في فلتريشنز كتير قوي تقدر تعملها، وفي نفس الوقت تسيف الكويريز دي، يبقى انت مش كل مره تقعد تعيد الكلام ده تاني. نفس فكره الباور كويري اللي موجوده في الاكسل والباور بي اي، بس الباور بي اي والاكسل بيستخدموا عشان انت تعمل بعد كده داشبوردز بشكل معين، لكن هنا بتستخدم في ان انت تكمل بعد كده في ان انت تعرض ده في فورم ديزاين عشان تسهل عمليه الداتا انتري. وكل حاجه ليها استخدامها. وزمان ما كانش فيه باور كويري موجود في الاكسل اصلا، فكان ده الاكسس اللي كان بيستخدم بيه الكويريز بتاعت زمان. و للمعلومه كده الكويري ديت الباك جراوند بتاعها سيكوال. الباك جراوند بتاعها في حاجه اسمها سيكوال فيو، اللي يعرف سيكوال هي نفس الباك جراوند. بس مهم يعني معلومه مش اضافيه يعني مش اكتر. فاهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نعرف ازاي نكويري بعد كده او الديزاين فيو. وانا بحاول اخش لك من كذا طريقه. من هنا تقدر تخش على الديزاين فيو، من هنا تقدر تخش على الديزاين فيو، وتقدر ان انت تشتغل. هنشرح بعد كده ايه هي الكويري في فيديو جديد، وازاي بنقدر نستخدم الكريتيريا وايه الاند والاور وهكذا.